من جديد أهلا بكم. قتل 3 أشخاص وأصيب العشرات إثر اندلاع اشتباكات بين مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين ومعارضيها في محافظات القاهرة ودمياط والمنيا. وزارة الداخلية المصرية أكدت في بيان لها إصابة عدد من ضباط وقوات الشرطة بطلقات نارية وخرطوش وجروح خلال الاشتباكات، مشيرا إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على 265 عضوا في جماعة الإخوان. وكان التحالف دعم الشرعية المؤيد لجماعة الإخوان قد دعا أن أنصاره للمشاركة في تظاهرات واسعة باسم أسبوع الغضب احتجاجا على قرار الحكومة الذي أعلن جماعة الإخوان جماعة إرهابية. جددت الرئاسة المصرية تمسكها بقرار إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بسبب تورطها بأعمال عنف. المستشار السياسي لرئيس الجمهورية مصطفى حجازي أكد أنه لا عودة إلى الماضي في قرار اعتبار الدولة لجماعة الإخوان جماعة إرهابية، موضحا أن جماعة الإخوان فقدت دعمها الدولي. وأشار حجازي إلى أن قرار إعلان جماعة إرهابية كان بناء على قرارات اتخذتها الجماعة ذاتها من خلال تهديدها باللجوء إلى أعمال عنف. توعدت جماعة ما يسمى بأنصار بيت المقدس المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ أعمال مسلحة تستهدف أماكن حساسة في مصر. الجماعة نفت في بيان لها وجود انشقاقات في صفوفها، مشيرا إلى أنها ستنفذ عدة هجمات مسلحة في المرحلة المقبلة. وكانت جماعة بيت المقدس تبنت العملية الانتحارية الأخيرة التي استهدفت مركز أمينة في الدقلهية بمصر، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 150 شخصا. أدى إعلان الحكومة المصرية اعتبار جماعة الإخوان المسلمين إرهابية إلى وقوع تداعيات سياسية، فيما قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري هاني صلاح إن الحكومة لديها خطة أمنية واضحة ومحكمة عقب قرارها إعلان الإخوان جماعة إرهابية. تأثير قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية إثر مقتل 15 شخصا في تفجير مديرية أمن الدقلهية سيتوقف على مدى قبول المجتمع الدولي له ومطابقته للمعايير الدولية. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وفي اتصال مع نظيره المصري نبيل فهمي ندد بقرار القاهرة اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر بيساكي في بيان لها أن كيري أبدى قلقه أزاء قرار الحكومة الانتقالية إثر اتهام الجماعة بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف مقر مديرية أمن الدقلهية في المنصورة، وشدد على ضرورة أن تضم العملية السياسية أكبر عدد من القوى في المشهد السياسي وتحترم الحقوق الأساسية لجميع المصريين للتوصل إلى تغيير ديمقراطي حسب تعبيره. في المقابل انتقدت حركة النهضة الحاكمة في تونس تصنيف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا إثر تفجير استهدف مديرية أمن في مدينة المنصورة. وأعربت الحركة عن اعتقادها بأن قرار تصنيف الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا يمثل هروبا من جانب حكومة الانقلاب وتحريضا إضافيا على طرف سياسي التزم بالديمقراطية والسلمية. من جانب آخر أكد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أنه على الرغم من الأحداث الإرهابية الأخيرة فإن مصر قادرة على العبور نحو الاستقرار. مرتضى الزيدي، قناة بلادي. أحبة المشاهدين، والمزيد من التفاصيل حول الأوضاع في مصر ينضم إلينا بالصوت والصورة مباشرة من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي سيد فكري. أهلا بك. بداية سيد فكري، تصاعد أعمال العنف تثبت أن الأوضاع في مصر تتجه إلى عنف وتدهور. أعمال العنف المتصاعدة هي ما حصل في الفترة السابقة، وكما قلت في لقاءات سابقة أن الجماعات المتأسلمة ومن ينضمون لها بيحاربوا معركتهم الأخيرة، وكذلك الأمن في مواجهتهم بيحارب أيضا معركته الأخيرة. إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية أنا أعتقد أنه إعلان جاء متأخرا جدا، وصدوره قبل هذا التوقيت بشهور عديدة كان هيجنبنا الكثير من المشاكل. نعم. ولكن ما يحدث في الشارع الآن
هو محاولة لإثناء الحكومة أو رد الحكومة عن قرارها وإجبار الدولة على الدخول في مفاوضات مع هذه الجماعات. تصنيف الجماعة على أنها جماعية بيحاصر الجماعة الآن في ركن يعتبر هو الحائط الأخير الذي تستند عليه، وبانهيار هذا الحائط تصبح المسألة مسألة أسابيع وتنتهي هذه المسائل. نعم سيد فكري، في ظل هذا التدهور كيف سيكون مستقبل العملية السياسية؟ التقدم نحو الاستفتاء على الدستور، وهذه الجماعات تحاول بكل ما تملك محاولة إثناء الحكومة أو تأجيل الاستفتاء على الدستور بأي وسيلة. نعم سيد فكري، في ظل هذا التدهور كيف سيكون مستقبل العملية السياسية في مصر؟ مستقبل العملية السياسية آخذ في التقدم. دلوقتي الأحزاب بتحاول تتكتل في مجموعات، لأن التشتت بتاع الأحزاب في مجموعات كثيرة، وخاصة أن احنا تجاوزنا الآن 86 حزب، بيضعف العملية السياسية على المستوى المدني. الأحزاب دلوقتي بتحاول التكتل في 4 أو 5 أحزاب كبرى للدخول في المعترك الجديد للاستحقاقات بتاعة العملية السياسية المتمثلة في الدستور وانتخابات البرلمان والرئاسة. تحاول خلق كتل كبيرة، لأن التفتت ليس في صالح الأحزاب السياسية المدنية في مواجهة التكتلات الإسلامية الموجودة. نعم سيد فكري، جماعة الإخوان تؤكد عدم مسؤوليتها عن استهداف الجيش، في حين أن الحكومة تتهمها بالوقوف خلف هذه التفجيرات. برأيك كيف سيتم معالجة هذا الوضع؟ نعم سيد فكري تسمعني؟ جماعة الإخوان فعلا هي بتستهدف الجيش وقوات الأمن. المواجهة مع ذلك لابد أن تتم بتصعيد المواجهة الحكومية. المواجهة الحكومية حاليا ما زالت تتبع أقصى درجات ضبط النفس وأقصى درجات السلمية. إذا ما تطورت الأمور وتصاعدت بنفس الوتيرة اللي موجودة عليها دلوقتي، أعتقد أن الأمن سواء الأمن الداخلي أو القوات المسلحة سيكون لها شأن آخر في تصعيد أكبر حجما مع هذه الجماعة. نعم سيد فكري، جماعة أنصار بيت المقدس توعدت اليوم بمزيد من الأعمال المسلحة في مصر. هل فعلا وجدت هذه الجماعات موطئ قدم في مصر؟ تفضل. أنا أعتقد أن جماعة بيت المقدس بالنسبة لنا حتى الآن هي جماعة هلامية، وأعتقد أيضا أن ما يحدث كله يحدث من داخل الإخوان المسلمين مدعمة بالجماعات القادمة من الشرق من اتجاه غزة وحماس. كثير من وسائل هذه الجماعات تم تقليمه بشكل كبير جدا، وما بقي منها هو ما استطاع التسرب خلال فترة العام السابق عبر الأنفاق من سيناء وعبر الحدود الغربية من اتجاه ليبيا. أما التدفقات الجديدة فأعتقد أنه تم تحجيمها تماما، وبيتم حاليا حصار هذه المجموعات الموجودة في الداخل بما لديها من أسلحة وذخائر. وزي ما قلت هي المعركة الأخيرة التي يحاربها جانبين، والتي ستحسم خلال الأسابيع القليلة القادمة. نعم، وصلت الفكرة من القاهرة. الكاتب والمحلل السياسي فكري فتحي، شكرا لانضمامك معنا. أحبة المشاهدين، نشرتنا مستمرة لكن بعد الفاصل.